اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم متابعيني. اليوم احنا سادس يوم رمضان. فبديت اسوي الفطور. اول ما بديت خليت العدس على النار، وهسه يفور وخليته على نار هادية. واني من اسوي العدس اهدر العدس، اخلي على نار هادية الا ما تستوي. بعد ما خليت العدس على النار راح اسوي تبس الباذنجان ويا الخضرة، وشوفوا الطريقة اللي راح اسوي بيها. بعد ما قطعت الخضرة فراح ابدي اقليهم. بديت بالباذنجان. ضفت الزيت وهذا الثوم، اخليه يذبل شوية. بعد ما ذبل الثوم راح اضيف المعجون. هسه راح اضيف الماء. وهسه راح اضيف معلقة كاتشب، كيفكم، كاتشب حار بارد. وراح اضيف الفلفل الاسود والملح. وهسه اتركه يغلي. بدأت تغلي الصلصة، راح اضيف عليها معلقة دبس رمان وشرايح النوم. واضيف الخضرة. ضفت البصل والفليفلة والشجر اللي قليته بهالشكل هذا. راح اضيف الباذنجان. وهذا تبس الباذنجان ويا الخضرة، وسووها بهالطريقة هاي كلش طيبة تطلع. وهسه راح اعوف على نار هادية الا ما تغلي وتستوي زين. هي استوت بس اخليها تغلي زين. وهسه راح اسوي الحشوة مع المعكرونة بالبشاميل، وراح اسوي الحشو بصدر الدجاج. راح اخلي الصدر يستوي ترمك بالشكل هذا. وشوف المعكرونة اللي سلقتها. بعد ما استوى الصدر هيك بالشكل هذا راح اضيف البصل المثروم. اضيف الملح والكزبرة والفلفل الاسود. هسه راح اسوي البشاميل. عندي 100 غرام زبدة راح اذوبها. ذابت الزبدة راح اضيف الطحين، نص كوب طحين. ضليت اقلب بالزبدة الى ما صار بهالشكل هذا. وهسه راح اضيف الحليب، والحليب عندي 6 اكواب حليب. وابدي اخلط.
وما راح اضيف، يعني راح اضيف بس الفلفل الاسود ويا الملح. ضفت الملح والفلفل الاسود. اظل اخلط في الحليب الا ما يتجانس. نسيت بنات اقول لكم، ضفت ماجي الدجاج. هاي طبقة من المعكرونة. هاي المعكرونة بواري. مو معكرونة ناعمة. هاي طبقة من البشاميل. أحب تكون البشاميل بين الطبقات، كلش طيبة تطلع. وهسه راح أضيف صدر الدجاج. هاي آخر طبقة من المعكرونة. وهاي آخر طبقة من البشاميل. وهاي آخر شي راح أضيف الجبن الموزاريلا. كملت المعكرونة بالبشاميل والجبنة الموزاريلا وراح أدخلها الفرن. كملت المعكرونة بالبشاميل والتبسي اللي بالباذنجان والخضرة، وهذا شكله النهائي التبسي. وصفرتنا يوم 6 رمضان، وسهمكم وسهمنا العافية.